ناس كتير اكتشفت ارقام ليهم متسجلة باسمهم وبرقمهم القومي وما تعرفش عنهم اي حاجة. الارقام دي كانت معاهم من زمان واتسحبت وراحت لناس تانية. طب انا هقولك انت ازاي تطلع من المشكلة دي وما تغلطش زي غلطة اللي راح عمل الغاء لملكية الخط ده وبعد كده لقى نفسه لابس في قواضي، خصوصا ان الارقام دي عليها معاملات مادية زي المحفظة اللي هي فودافون كاش، موبينيل كاش، واتصالات كاش، الاربع شبكات دول. تعمل ايه لو انت لقيت نفسك على اي شبكة من الشبكات دي، الاربع شبكات اتصالات، فودافون، وموبينيل، ليه في بيانات على خط والخط ده مش معاك ومش ملكك، وحاسب اللي هيحصل معاك زي ما حصل مع عمرو عمارة في قضية التارجت اللي قلبت مصر الفترة اللي فاتت دي، لان هو برضو نفس الكلام، هو ملوش اي ذنب في اي حاجة وخد مؤبد. كل الحكاية ان الخط كان ببياناته وباسمه وبرقم تليفونه، اقصد برقمه القومي، فعشان كده لابس اللبسة دي. طب انا دلوقتي راجل معرفش في رقم باسمي ولا لا، اعمل ايه؟ تابع معايا. بس اولا ياريت تدعمنا باشتراك ولايك، صلنا في الكومنتات واكتب استفسار عن اي حاجة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك على الفيديو عشان يوصل لكل الناس. ويلا بينا. البرنامج اللي انا هقولهولك ده انت هتنزله من على المتجر، وبعد كده امشي ورايا في الخطوات اللي هقولك عليها دي. برنامج اسمه نترا هتلاقيه موجود على المتجر، وبعد كده تدخل على كلمة الخدمات، وبعد كده لما يفتح معاك هتدخل على كلمة خدماتي، وبعد كده هتجيب اختيار الارقام، ومن هنا هتدخل رقم القومي وتعمل فحص، هيطلع لك اذا كان في رقم متسجل باسمك ولا لا من الاربع شركات اللي هيظهروا قدامك زي ما قلناهم: اتصالات، فودافون، و اورنج. عايز اقول لكم ان هما شركتين اتنين بس اللي هيبقوا فيهم المشاكل دي، لان هما اقدم شركتين موجودين في مصر، هي فودافون وموبينيل. لان ممكن انت كنت اشتريت خط زمان ونسيته ورميته وخلاص، تمام، ورحت اشتريت غيره. لكن في فترة من الفترات كانت الخطوط بتتباع من غير بطاقة، وفي فترة من الفترات كانت بتتباع ببطاقة، فكنت بتستلف بطاقة جارك عشان تعمل بيها لو انت معكش بطاقة او لو انت عامل بخط تاني. فهمت؟ ده كان الخط بيتباع بجنيه، كان اي حد معدي بيشتري خط. وفي فترة كان الخط فيها ب1000 جنيه، كان بتسجل برقم بطاقة وبتاع وتفاصيل وكل حاجة، واصل النور وبص زي ما انت عايز. هتدخله بعد كده لما تلاقي انك مفيش اي مشاكل، يبقى انت كده ارتحت ومسحت من دماغك هم كبير قوي مستنيك. انما لو لقيت بقى متسجل فبقيت التفاصيل دي، بعد كده هيظهر لك قدامك الاربع شركات اللي انا قلت عليهم: شركة اتصالات، شركة فودافون، شركة شركة موبينيل. تشوف بقى الرقم بتاعك هيخش على اي شركة من دول وتبدأ تتعامل. انت اكيد بقى طبعا عارف، ادخل رقمك القومي في كل دول وشوف بقى اللي هيظهر لك. لو حاجة بقى ظهرت، في ناس بقى اول حاجة تعملها هتقوم جارية فسخة العقد بتاعها ده، او مثلا ان هي بتتنازل عن الخط ده لحد تاني اللي هو معاه. وده غلط طبعا، لان انت ممكن تكون عملت بيه ورطة اصلا، او حد عامل بيه ورطة وانت تروح لهم تقول لهم انا عايز اتنازل، يقول لك لا تعالى، ده انت عامل اصلا مصيبة بيه. خصوصا لو معاملات مادية واصلين للكلام ده، ان انت مثلا حد نصب على حد واخد منه فلوس على فودافون كاش وانت تتورط انت، ما هو باسمك وبرقمك القومي، وهو اللي بيعمل البلاوي هو وعايش حياته براحته. وفي حاجة كمان برضو، ان انت ما تلغيش وما تنسحبش وما تنقلش الملكية. انت بتعمل حاجة بقى، بتروح للفرع، تمام، التابع للخط ده والشركة دي، وتعمل حاجة اسمها انكار ملكية، انك بتنكر ان الخط ده مش معاك، انتوا ازاي مسجلينه باسمي. ركز معايا، انكار ملكية عشان تثبت ان اللي فات ده كله ما كانش معاك انت، وبالتالي هيكلموه ويقولوا له اسمك ورقمك القومي والخط ده معاك والحاجات دي، ومعاك من امتى. واصلين معايا للدرجة دي ولا انتوا مش متخيلينها؟
ممكن اي حد غلبان يقول لك ايه خلاص انا هفسخ العقد، هكلم الشركه وافسخ العقد، او هتنازل للملك الجديد. ده غلط طبعا. واللي قبل كده مين اللي هينحاسب عليه؟ انت ولا هو؟ لكن لما تعمل انكار اصلا قبل ما يحصل حاجه ولا قبل ما حد يشتكي بحاجه، انكار للخط ده، فخلاص كده راحت منك، يعني الموضوع بعيد عنك. زي مثلا واحد بيشتغل نصاب يقعد ينصب على الناس وياخد منهم فلوس على فودافون كاش، والخط مش باسمه وباسم حد تاني، والقواضي عماله تتكوم عليك، وفجأة تكتشف ان انت مثلا ايه بقى عليك حاجات من دي. حد بلغ في حد بدأ ريحتك تفوق، رايح مثلا انت مطروح، رايح الساحل، رايح اي مكان، وقابلك كمين وقفك نزل يكشف على البطاقة بتاعتك، لقاك اصلا عليكم تهم. طب تعالى يا باشا، ده احنا بندور عليك اصلا وانت ما عملتش اي حاجة. تتفاجئ بقى انا عملت ايه؟ زي عمرو عمارة اللي هو، ولا عمر عمارة بتاع التارجت ده. واحد اخته شغالة في فرع موبايلات، فرع وي او اتصالات، المهم انها مطلوب منها انها تبيع خطوط وبيحقق تارجت. فقام جاي صاحبه قال له هات بطاقتك وتعالى، وسجله الرقم باسمه، وطلع عليه نصيبة وخد تأبيدة. الله يكون في عونه. فعشان ما تقعش تحت مسؤولية قانونية، اللي عليك تعمله ده، اعمل انكار ملكية لو خط مش معاك ومتسجل برقمك القومي. اللهم بلغت اللهم فاشهد. سيبك من انك تروح تنقل ملكية، متنقلش ملكية خالص. تنقل الملكية ده مثلا لو حد في البيت، اخوك، ابوك، كان بره، انت مش ضامن ايه اللي حصل قبل كده، وايه القواضي اللي مستنياك. في حاجات ما يعني ايه بتحصل مش في ساعتها كده، تبص تلاقيهم جايين يخبطوا عليك ويقول لك تعالى. لا، الحاجات دي بيبقى فيها صبر شويه، انت بتيجي برجلك لانك في مسؤوليه قانونيه وانت تعرضت ليها، انت مش فاهم بقى، فدي مش بتاعته. يعني المفروض اصلا الشركات كل فتره يتصلوا رقمك القومي، يشوف البيانات، لقاها مش هي، خلاص يا باشا وقف الخط ده. الشركات مسؤوله من الحته دي، ان انتوا تشوفوا العملاء بتوعكم خطوطكم ديت مع مين، عليكم انتوا تشوفوها وتتابعوا مكانها بالجي بي اس، تشوفها في الشرقية، في المنوفية، في الغربية، في اسيوط، في سوهاج. دي بتاعتكم مش بتاعت حد. يعني ما تدبسوش الناس، ما تخلوش الناس تقع في بعضها. حد معاه الخط مثلا وراح مكان تاني، يعني ايه المشكلة لو نعمل اجراء ونعمل تليفون لكل العملاء اللي معانا على فترات، واحد فاضي بقى قاعد موراش حاجة يقعد يرن على الناس ويراجع معاهم البيانات. زي مثلا البنك كده لما بيعمل تحديث بيانات، ليه ما بتعملوش انتوا تحديث بيانات؟ العملاء بتوعكم كتير اكتر من عملاء البنك؟ لا طبعا، زي بعضها على فكرة. كل الناس بقت بتقبض بالفيزا، في ناس برضو كتير، العملاء هنا قد العملاء هنا، بل ممكن البنك اكتر كمان. واصلكوا؟ لان انتوا في 4 شركات والموضوع متقسم عليه. فنشوف حل عشان خاطر الغلطان يتحاسب، ما نشيلش حد يعني ايه مالوش فيها، ويشيل شيلة واحد يكون نايم له على 2-3 مليون، وواحد تاني هو اللي يلبس مكانه. يعني عايزين يبقى في نزاهة، ونساعد عن النزاهة دي تبان، ونساعد ان احنا نبين النصاب ده للعالم كده ونظهره، والحكومة تقبض عليه ويروح بقى في كاسحة مكان ما يروح، بدل ما يتاخد واحد بريء ممكن يكون راجل غلبان اصلا في الغيط، ولا شغال باليومية ولا حاجة، ملوش في اي حاجة اصلا، وتلاقوا تليفونه معمول عليه محفظة وبيتسحب فلوس وبيعمل وبيسوي، وهو اصلا معاه عدة بزراير ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده. حقيقة والله ممكن يحصل. فكل طلب منكم دلوقتي اهم حاجة يعني بالله عليكم تدعمونا باشتراك وبلايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام؟ لان ما بنحرش في صوت على الفاضي. يعني يا ريت توصلونا ل100,000 مشترك، عاوزين ناخد الدرع يا جماعة، الجدار فاضي ورا مننا. تمام؟ وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشوفونا يعني باستمرار، وتصلوا علينا في الكومنتات. انا عايزكم تعطروا الكومنتات بالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.